خدت الشاورما من عند ابو مالك، مش هتاكل تاني. انت منين، من الشام ولا منين؟ انا من حلب. حلب، احسن ناس يا معلم. تسلم يا معلم. من قدام مطعم ابو مالك الدمشق في عين شمس. ببعت تحياتي لاهل عين شمس كلها ومكانه في شارع عين شمس العمومي كده، وتحياتي لاهل سوريا الناس الجميله اللي بحبهم على قلبي، وتحياتي للناس الطيبه بتاعت حلب ودمشق. في الفتره الاخيره المطاعم السوريه غزت مصر كلها، وبصراحه المصريين كلهم حبوا الاكلات السوريه وحبوا الشاورما السوري، وبقت عزيزه جدا على قلبنا. بل بالعكس في ناس كتير قوي بتفضل الشاورما السوري وبالنسبه لهم احسن وجبه. فانا جربت من عندهم بقى الشاورما السوري والبطاطس، وقلت اجيب من عندهم بقى وجبه بروست، اشوف بقى البروست عندهم بيقول ولا ندفع فيه ونجري على طول. اول حاجه ابتدي بقى البروست عشان ما يبردش مني، وسقسقته في التوميه الحراقه والبارده، وكان طعم البروست عندهم جميل والاسعار مميزه جدا. واللي بيروح المكان دوت عارف ان الاسعار عندهم حلوه جدا. وبعد كده بقى دوت البطاطس ولقيت الراجل اللي ورا بيندالي، قلت له لا يا عم والله مش انا، وكانت البطاطس عندهم حلوه. وحابب انوه ان الاسعار عندهم فعلا جميله جدا والكميات كانت حلوه ومظبوطه جدا. حتى الشاورما اللي انا باكله الفراخ دوت كان صغير، فكانت الكميات جميله جدا. لا في قيمه مقابل سعر، والناس دي بتقدم حاجه محترمه. وتحياتي لاهل سوريا. ولو انت لسه بتتفرج على الفيديو لغايه دلوقتي، حابب اقول لك كده لاخواتنا وما تنساش اللايك.